لو بتتفرج على الحلقه دي دلوقتي فانت وصلت لخامس حلقه من كورس لايت موشن، ولو انت ما تعرفش فانا عامل كورس لايت موشن مجانا مكون من 10 حلقات. ولو انت ما اتفرجتش على الحلقات اللي قبل كده فانا نزلت في اول حلقه اساسيات لايت موشن، وفي الحلقه الثانيه نزلت التحريك والتحويل، وفي الحلقه الثالثه نزلت شرح النصوص والكتابه، في الحلقه الرابعه شرح ليكم الادوات، وفي الحلقه الخامسه هشرح ليكم انتهال كده على السريع. ولو فاتك حاجه من الحلقات اللي فاتت تقدر تروح تتفرج عليها. واحب اشكر الكومنتات دي عشان الكلام الجميل ده. وبس كده، وعلشان مش هطول عليكم يلا ندخل على الشرح. بس قبل ما ادخل في الشرح يا ريت اللي عنده اي حاجه محتاج ليها شرح يكتبها لي تحت في الكومنتات، وانا اكتر كومنت هيجيب لايكات هشرحها الحلقه الجايه. اول حاجه بعد ما جبنا اللقطات اللي هنشتغل عليها هندوس على اول لقطه وندوس على التاثيرات، اضافه تاثير. هنجيب تاثير الاطارات المتجانبه، هندوس على تشويه، ننزل اهو الذكاسيه ونفعل المرايه. بعدها نيجي نطلع اضافه تاثير ونضيف تاثير تكبير وتصغير او تصغير تكبير ده، وهنيجي ندوس هنا ونيجي عند الاكس نخليها 18، ونيجي عند الواي نخليها سالب 150، ماشي 153. بعدين نيجي عند القوة ونضيف كي فريم في البداية ونخليه 60، وكي فريم في النهاية ونخليه 0، ونضيف الجراف ده. بعدين نيجي عند نصف القطر ونعليه على الآخر، وبس كده. ده أول تأثير. وإضافة تأثير تاني، ونيجي نبحث على استبدال عشوائي، ده إضافة تأثير. بعدها نيجي عند الحجم ونضيف كي فريم في البداية ونخليه 290 أو 300 مثلا، نخليه 300. كي فريم النهاية ونخليه 0، ونضيف الجراف ده. بعدها نيجي عند التطور ونضيف كي فريم برضو في البداية ونخليه مثلا 8، نخليه في البداية. كي فريم في النهاية ونخليه 20 أو 0 عادي، خليه 20. ونعمل شكل الجراف ده برضو نفس الجراف اللي فات. وبعدها نيجي نضيف تأثير التواء كسوري، ونيجي نضيف كي فريم في البداية، كي فريم في النهاية، ونخلي الكي فريم اللي في النهاية 400 على اكس مش واي، نخليه 400. بعدها نيجي اللي تحتها ونيجي عند اختلاف المنظر ونضيف كي فريم ونخليه 170 في الاكس، ونخليه في البداية. والكي فريم اللي في النهاية نخليه 0، نخليه في النهاية، ونضيف عليه الجراف ده. بعدها نيجي عند التفاصيل ونخليها 50، ونيجي عند مساحة الشاشة نفعل دي ونخلي دي 5. بعدها نيجي نضيف ضبابية الحركة، تأثير ضبابية الحركة، ندوس على ضبابي نلاقي تحت اهو، وندوس عليه ونفعل التلاتة دول، لو مش متفاعلين فعلهم. بعدها نيجي نضيف تأثير لون سادة، ونيجي نخليه لون أبيض، ونيجي عند ألفا ندوس على ألفا ونضيف كي فريم ونخليه في الأول، ونضيف كي فريم ونخليه 0، ونخلي في الكي فريم التاني دوت بعدها ب5 فريمات كده ونضيفه، ماشي. بعدها نيجي نضيف تأثير اهتزاز تلقائي، ونخلي أول واحدة ديت 35، وبس كده، دي النتيجة. بعدها تاخد التأثيرات دي كلها نسخ
وتيجي عند اللقطة التانية وتدوس عليها وتضيفهم لصق، وبس كده. وبكده نكون خلصنا شرح النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان تشوف باقي السلسله، وما تنساش تبص على الروابط اللي في الوصف.